كما يقال لا صوت يعلو على صوت الكلاسيكو البارح. محمد الشيخ، ايش تعليقك على اللي صار امس في مباراة كلاسيكو جدة؟ المباراة انتهت حيث كان يجب أن تنتهي، انتهت بفوز مستحق للاتحاد نظير التكتيك المتقن والقراءة الناجحة والفكر المضاد للمدرب لوران بلان لاستثمار الفوضى الفنية لدى مدرب الهلال جيسوس. الاتحاد حضر بكل ما يمكن أن يحضر في مثل هذه المباريات، حضر فنيا، حضر عناصريا، حضر جماهيريا، وحضر بالروح والعزيمة والرغبة أنني أنتصر، وبالتالي استحق هذه النتيجة. في المقابل غيب جيسوس الطريقة التي يمكن أن يكسب فيها الاتحاد، ظن أن هذا الاتحاد هو ذاك الاتحاد اللي أعطاه سلسلة انتصارات متتالية بلغت 8 انتصارات، بينما الاتحاد هذا غير الاتحاد ذاك، ولا الهلال بهذه الطريقة هو الهلال ذاك. هذا الهلال هلال مكشوف، هذا الهلال اللي قبل مواجهة الاتحاد يسقط بالتعادل أمام الرياض ويسقط بالتعادل أمام ضمك، وقبلها لا نريد أن نذكر بعد بالخليج لأن مباراة كانت سابقة لمباراة الاتحاد، ولكن من يخسر بالتعادل في مباراتين متتاليتين حتما يخسر أمام الاتحاد. وبالتالي جيسوس بطريقته، اللاعبين لو تقول لي من كان نجم المباراة من لاعبي الهلال، ولا واحد، ولا نجم، ولا عطاء، ولا مستوى، وبالتالي كان ينبغي أن يفوز الاتحاد بهذه النتيجة ويخسر الهلال بهذه النتيجة. في المقابل احنا قلنا قبل المباراة، أنا شخصيا قلت قبل المباراة الهلال في تقديري أفضل من الاتحاد عناصريا ويستطيع أن يكسر المباراة، شريطة أن يعالج جيسوس واقعها الفني خصوصا في الطريقة التي يلعب بها والانكشاف الدفاعي الذي يعانيه واللي دفع ضريبته حتى اللاعبين. نعم البليهي في مستوى متدني جدا ولكن يدفع ضريبة جيسوس، كوليبالي يدفع ضريبة جيسوس، حسان حينما لعب دفع ضريبة جيسوس، وبالتالي هذا هو سبب الخسارة وسبب فوز الاتحاد الذي أعود وأقول مستحق ومستحق ومستحق. في المقابل خليني أحيي جمهور الاتحاد، جمهور كان عظيم في كل تفاصيله في المباراة، قبل المباراة، داخل المباراة. بالفعل يعني كانت ليلة اتحادية بامتياز، وكأن لاعبي الاتحاد يهدون جمهورهم هذا العمل وهذا العطاء. بادلتونا العطاء، خذوا منا هذا العطاء. أنا أقول مباراة كانت ليلة اتحادية بكل ما تعنيه الكلمة، وخذلان هلالي لجماهيرهم بكل ما تعنيه كلمة خذلان. نصر لعبد الله فلاتة امس. عبد الله فلاتة حريف، يطلع لك طلع على الهواء، عارف يعني ممكن كذا في اخر دقيقه من البرنامج يقول لك في لقطه في الدقيقه 76 ركله جزاء الاتحاد ما شفتوها، طب ما نلحق، انتهى البرنامج، شوف اخفوها وعبد الله فلاتة ضغط عليهم. انت البارح ايش طلبت؟ طلبت الزيو، صح؟ اي هي طلبت الزيو، طلبتها منك زيو. انا حبيت اليوم مقدمتك العظيمه حق الزيو، زيو اسمعها منك. ما تسمع الا تقول زيو زيو وزيو زيو وزيو زيو وزيو زيو. واحد اثنين ثلاثة أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة وزيو أي زيو أخ وزيو أي زيو أخ وزيو أي زيو أخ زيو أي وزيو. واحد اثنين ثلاثة أربعة عارف يعني وفعلا ما تشوف الا وين يوجعك، وين يوجعك. والله هذه الزوة الصح، والله هذه الزوة الصح يستاهل. طيب خلينا نروح لفاصل قصير ونرجع مع عماد السالمي. ابغى يشرح لي وش صار البارح عاد فنيا، بعيدا عن الاراء الانتقائيه ولا الاراء العناوين الرئيسيه للنقطه هذه والخط، لا نبغى المجمل الفني، وش صار البارح. فاصل يروح يتسلى. نفس الكلام قالوا قبل مباراة الاتحاد،
وكانت مباراة صعبة وعصيبة على الاتحاد. رجل مو سهل الصراحة. هو نفسه انه الهلال يبقى على وضعه الحالي. لا لاحظ شو يقول لك احنا خلصنا قبل مباراة الهلال وعندنا مباراة اللي بعد الهلال، هذه مباراة الهلال في النص هذه يعني. هو يبقى الهلال يبقى الوضع كما هو عليه، ما يبقى الهلال يعمل تغييرات. مطالب هلالية واضحة، مطالب في امكانية. طيب الخلود يقدر يسوي شيء؟ اصبح دورينا كل شيء وارد، كل شيء ممكن في الدوري. الخلود ممكن يسوي شيء، الهلال افضل زي ما هو تفضل، والهلال عنده الصراحه مشاكل زي ما تفضل الزميل محمد، فوضى فنيه. انا لما اشوف كولوبالي في وسط الملعب في كوره متحركه مش كوره ثابته عند 18 الاتحاد، لا فوضى فنيه. فين الانضباط التكتيكي؟ وهذا معناته انت فتحت الملعب للاتحاد، والاتحاد احلى شيء لما يلعب مع فريق يفتح له الملعب. الهلال فتح الملعب، والهلال طبعا فريق كبير ما يقفل ولا يتراجع وامر مفروغ منه. عشان كذا الاتحاد في المباريات القويه يعني يقدر يقدم عرض افضل للاستاذ ناصر. بس ايضاح بسيط، ترى عماد انا ما عندي موضوع مع عماد، بس انا كان عتبي استاذ ناصر مو على فكره عماد، لا تدخلونا في نفق انا وعماد ما احنا فيه. انا كلمته على نقطتين. ايش النفق اللي انت فتحت النفق، انت اللي حافر النفق. حلوه دي عماد حبيبي وانت عارف علاقتنا ممتازه. جاي يطبطب ها يحرض الجمهور امس عليه ويخلي الولد السوشيال ميديا يطبوا عليه الجمهور. يا ابو بدر احنا السوشيال ميديا ما احنا عايشين فيها كلنا. ايش بك 7 مساء بتوقيت القاهرة. احتكر نادي النصر جوائز الجولة 20 من دوري روشن السعودي للمحترفين بفضل مباراة الكلاسيكو ضد الأهلي، وفاز النصر على الأهلي بنتيجة 3-2 يوم الخميس الماضي على ملعب الإنماء في قمة مباريات الجولة 20 من دوري روشن. وبعد المباراة حصد لاعبو النصر جميع جوائز الجولة، فقد فاز الكولومبي جون دوران بجائزة أفضل هدف، وذلك عن هدفه الثاني في شباك الأهلي. كما حصد المدافع محمد آل فتيل جائزة مهارة الجولة، وذلك بعدما راوغ لاعبين من الأهلي في وسط الملعب. وأعلنت رابطة الدوري السعودي أيضاً فوز الحارس البرازيلي بينتو بجائزة أفضل تصد بالجولة بعدما تصدى لانفراد من الجهة اليسرى لمواطنه جارينو. وتفوق بينتو على الصربي بريدراج رايكوفيتش حارس الاتحاد الذي تصدى لانفراد تام من سعد بقير في مباراة الوحدة والتي انتهت بفوز النمور 4-1. كما هزم الحارس البرازيلي نظيره السلوفاكي ماريك روداك الذي أنقذ فريقه الاتفاق من تسديدة قوية للفتح